رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلوه يا جدعان، شهر الاحسان كله عباد. الله اكبر. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شغلوا كده الاغاني كده يا بنات رمضان، وعلقوا الزينة وهنوا بعض، وادعوا كده في الايام المفترجة دي بصلاح الاحوال ليا وليكوا يا رب العالمين. طبعا اللي اول مرة يشوفني ما ينساش يشترك في القناة ويكتب كومنت جميل منه كده ودعوة حلوة ليا وليكوا بصلاح الاحوال ان شاء الله. وطبعا ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. يا رب يا رب يا رب تكونوا بتحبوني زي ما انا بحبكم. هنا طبعا جايبه لكم حاجه بسيطه كده انا بعملها. السمك المشوي، انا بحب لما يكون عندي وقت ان انا اشوي السمك في البيت. بيبقى حلو وجميل، وانا بعمل له كده ميه السلطه. جربوا ميه السلطه مع السمك المشوي وانتوا هتدعوا لي. عباره عن توم، فلفل، تعمليه في الكبه، وبقى تحطيه في طبق وتزودي عليه ايه ميه. طبعا احنا بنعمله ده للسقيه بتاعه السمك عشان السمك يبقى طري كده ومملح، ولحمه يبقى جميل ومملح. طبعا احنا بنحط هنا بقى ايه السمك على النار. هو السمك يا دوبك رده وتحطيه على النار. ميه السلطه بنت اختي هي بقى هنا اللي بتعملها. هي احنا ايه الطماطم دي بنضربها ليه في الكبه، انت بتضربيها هي يا دوبك ضربتين كده حاجه، بس ايه ان هي تطرى كده، مش تبقى صلصه، علشان تدي طعم في الميه. ليه؟ الميه لما انت بتنزلي الميه من طماطم بتعمل طعم حلو كتير جدا في الايه في ميه السلطه، بتديها طعم كده. هنا بقى قلنا نعمل شويه رز جنب السمك المشوي. انا صراحه ما باكلش السمك المشوي برز، انا باكله بعيش، بس انا عندي الولاد وابو ريان بيحبوا ياكلوه. اوعى هنا تقولوا ان البصله محروقه، لا انا بحب اغمقها، بس هي هنا ايه الكاميرا مغمقاها شويه. حتى انتوا لما هتشوفوا الطبق الرز هتلاقوا لا طعمه جميل وشكله حلو. يا ريتكم بقى تيجوا تدوقوا بقى. هنا دي ميه السلطه شكلها بيبقى عامل زي كده بالظبط زي ما انتوا شايفين. هنا بقى بنشوي السمك ونحط عليه ايه طماطم زي اللي بيجي من المحلات بالظبط. هنا بقى الرز هو ولا في حاجه محروقه ودي اكلتنا. تعالوا كلوا بقى معايا يا حبايبي. يا رب يا رب تكونوا بخير وسعاده، وينعاد عليكم الايام بخير.